السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير. نفسك تاكلي فراخ مشوية على الفحم، بس ما عندكيش مكان تولعي فحم وتدخني. في فيديو النهاردة هنعمل الفراخ المشوية بطعم وريحة الفحم، بس هنعملها في الفرن بنفس تتبيلة الشوي على الفحم. كمان هنعرف ازاي نقطع الفراخ زي محلات الحاتي بالظبط، وهنعمل كمان السلطات اللي بتتقدم مع الفراخ المشوية، وخصوصا سلطة السماق الرهيبة. يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. بس الأول لو لسه مشتركتيش في القناة، انزلي اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنسيش شير ولايك وسبسكرايب لقناتي، قناتي تايهة في المطبخ. وما تنسوش اخواتنا من الدعاء، اللهم انصرهم وسدد رميهم، اللهم امين. اول حاجة كده عندي فرخة وزنها من كيلو 700 لكيلو 750، ما تتعديش الوزن ده عشان تكون مناسبة جدا في الشوي وما تاخدش وقت كتير معانا في التسوية. همسكها طبعا الفراخ مغسولة كويس جدا بالمية والملح والليمون، ومنقوعة في محلول النقع. ممكن تسيبيها في التلاجة في محلول النقع لمدة 24 ساعة في التلاجة، يعني ليلة كاملة أو يوم بليلة، عشان تتأكدي إن هي ما فيهاش أي زفارة أو أي حاجة. ولو حابين تعرفوا طريقة محلول النقع اكتبولي في التعليقات. هبتدي بقى إن أنا أقطع الجزء السفلي من الفرخة اللي هو بيبقى فيه كمية من الدهون ملهاش لازمة، بنقطعه كده. وهمسك الفرخة وابتدي ان انا اقطعها من الظهر. انا عايزه الفرخه بتاعتي تبقى عامله كده زي الكتاب المفتوح، وهنبتدي ان احنا نقطعها لنصين. اول حاجه هقطعها، حابه تقطعيها من فوق كده من عند الرقبه مفيش مشكله، بس من تحت بيبقى افضل من عند الاوراق، عشان طبعا من فوق سلسله الظهر ممكن تضايقك شويه، وخصوصا لو السكينه بتاعتك مش حاميه. فاحنا كده قطعناها من عند الاوراق، وهنبتدي ان احنا بقى ايه، نسلك كده العظم بتاع الصدر واحده واحده، وهنقسمها زي ما قلت لكم جزئين قد بعض. وهنبتدي ان احنا بقى نعمل التشريحات اللي بيعملها محل الفراخ المشويه او الحاتي، عشان الفرخه تكون متساويه خالص على الشوايه بتاعه الفحم. همسك كده الفرخة وهقطعها نصين، وهبتدي ان انا امسك الجناح بتاعها من عند الجناح، من عند المفصل بتاع الجناح، وهبتدي ان انا اشقه كده بالسكينة، او هعمل فيه فتحة. ودي نقطة مهمة جدا عشان ما يحبس دم. انا الاول هنا كنت مسكت بس الصدر كده، لان الصدر بيبقى فيه كمية دهون وكتلة لحم متراكمة فوق بعضها، فاحنا هنشرحها بالسكينة كده. وزي ما قلت من الجهة بتاعة الجناح هنعمل برضو نشق كده بالسكينة او نقطعها بالسكينة. انا مش هشيل الجناح من مكانه، انا بس بعمل فتحة او تشريح كده ليه، عشان ما يعمليش حبس دم اثناء التسوية. كمان بقى النقطة المهمة عند الدبوس كده، هعمل تشريح ليها كده، او هقطعها افتحه كده، وهاجي عند المفصل بتاع الدبوس وهقطعه او هكسره بايدي كده. انا عايزة الفرخة تكون ما فيهاش اي بروزات، او عايزاها بالاخر كده تبقى عاملة زي الكتاب، زي صفحات الكتاب. خلاص خلصنا النص الاول، هعمل النص التاني بالظبط زي ما عملنا النص الاولاني. هبتدي اعمل تشريحات وافتح كده الصدر بتاعي معايا كده، صدر الفرخة. تمام. وهعمل فتحة او تشريحات كده او فتحات في المفصل بتاع الجناح، وزي ما قلنا ده عشان ما يحبس دم اثناء التسوية. والدبوس كمان هنفتحه كده فتحة طولية. تمام. وهنكسر كده بايدينا، احنا مجرد بس ما نلويها كده او نكسرها بايدينا، اللي هي العظمه بتاعت الدبوس هتبقى معانا تمام. يعني انت هتمسكي كده الدبوس وتكسري كده العظمه بتاعت المفصل بتاعه،
هيبقى تمام معاكي وهيبقى متساوي زي الفرخة بالظبط اللي احنا بنجيبها من بره اللي هي الفراخ المشوية. وطبعا هعمل تشريحات كده من الفرخة من على الصدر ومن على الأوراق برضو عشان التتبيلة تخش في كل الأنسجة بتاعة اللحم بتاع الفرخة بتاعتي. يبقى الهدف من ان احنا بنعمل تشريحات بعد كمان ما فتحنا الصدر والورك كده وعند الجناح، احنا كمان بنعمل تشريحات عشان التتبيلة تخش وكمان تسرع لي في التسوية، لان التتبيلة بتاعتنا هيكون فيها شوية حاجات كده وشوية مكونات هتساعد على ان اللحم يكون طري وفي نفس الوقت التسوية تكون سريعة. خلاص كده خلصنا الفرخة بتاعتنا، شرحناها وظبطناها. ولو انت عندك المدق بتاع البفتيك تقدري ان انت تدقيها كده، تدقي عليها كام خبطة كده بالمدق بتاع البفتيك، هتطلع معاكي زي ورق الكراسة بالظبط. خلاص كده خلصنا الفرخة، هنبتدي بقى نعمل التتبيلة بتاعتنا. ومعايا بقى اول حاجة كده بصلاية مبشورة بشر ناعم، تمام، وطماطمايه مبشوره، كل ده بالمبشره العاديه اليدويه، او لو حابه تبشري او تقطعي في الكبه مفيش مشكله. ومعايا بقى كوبايه كده او كوبايه الا ربع من الزبادي او اللبن الرايب او الحليب المتوفر عندك، من التلاتة دول حطيهم. معلقه من الصلصه، وهنحط كمان نص كوبايه خل. وطبعا الخل مهم جدا لان هو بيساعد على ان الانسجة تستوي، انسجة الفرخة بتاعتي تسرع من عملية التسوية. معلقة كبيرة مستردة، وعندي بقى زعتر بودر وملح وقرفة بودر وكزبرة بودر وفلفل اسمر وشطة حسب الرغبة، انا ما حطيتش شطة عشان الولاد مش بيحبوها، وبابريكا وروزماري مطحون وتوم بودر او توم مفروم. هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها، وطبعا هنضيف كوباية من المية، وده السر بتاع الفراخ المشوية في المحلات، بيضيف مية بتدي طراوة للحم الفراخ، وكمان عشان يزود من كمية التتبيلة لان هو بيكون بيعمل كميات كبيرة من الفراخ، فطبعا بيبقى عايز التتبيلة تكون يعني مغرقة الفراخ كده بالبلدي، فبيضيف لها برضو كوباية من المية، وزي ما قلت بيضيف كمان الخل عشان التسوية تكون سريعة. هنسيبها بقى حوالي 24 ساعة لو حابة ان التتبيلة تتغلغل كده في الأنسجة وتخش في كل أنسجة الفرخة، سيبيها يوم كامل 24 ساعة في التلاجة. لو انتي مستعجلة عليها مفيش مشكلة، تقدري ان انتي تشتغلي بيها على طول، بس طبعا هتديكي طعم أحلى لو انتي سبتيها في التتبيلة فترة يوم كامل. عندي بقى الشواية بتاعة الفحم، هنستخدمها بقى كده عشان نحط الفراخ فيها. ولو زي ما قلتلك لو في اي حاجة من التتبيلة خشنة احنا بنشيلها من المكونات بتاعتنا، سواء طماطم او بصل، عشان طبعا لو سبناها ممكن تتحرق على الفرخة وتبقى طعمها كده محروق ومش لذيذ. هبتدي بقى ان انا اقفل الشواية اللي هي المعدن دي اللي بيشوا عليها على الفحم، وهدخلها الفرن. طبعا الفرن عندي على اعلى درجة حرارة، مشغلاه من قبلها ب10 دقايق، وبدخلها لو انت عندك تايمر هتبقى على 250 او على اعلى درجة حرارة. وطبعا حاطة تحتيها صينية كده او صاج، وهزوده مية، تقدري تزودي مية من الحنفية او مية سخنة. هتلاحظوا معايا هنا حاجتين، اول حاجة ان انا هنا تانية الايد بتاعت الشواية، ودي طبعا لان الشواية كبيرة فمش هقدر ان انا افردها كلها في الباب بتاع الفرن، مش هيقفل، فاضطريت ان انا اتنيها. تقدري ان انت تستخدمي واحدة شواية اصغر من كده. تاني حاجة الفرن، لو لاحظتي اول ما دخلت فيه الفراخ عمل كده زي بخار، ليه؟ لان الفرن سخن وانا دخلت
الفراخ عليه وتحتيها المية، فبالتالي المية عملت بخار وطلع ايه زي ما انت شفتيه في الفيديو. هنعمل بقى على ما الفراخ تستوي هنجهز السلطة بتاعتنا، والنهاردة هنعمل سلطة السماق. سلطة رهيبة جدا، البصل بالسماق، دي سلطة تركية جميلة جدا وكمان بتتقدم في المحلات. احنا هنا مش هنعملها بالبصل بس، هنضيف ليها بعض المكونات. عندي بصلتين كبار متقطعين كده جوانح، وعندي حوالي حزمتين من البقدونس متقطعين الأوراق بتاعتهم بس، وكمان عندي شرايح من الطماطم متقطعة كده سلايس أو شرايح، حوالي طماطمتين كبار أو 2 من حبات الطماطم. وهنبتدي ان احنا نقلبهم كلهم مع بعض. وهنا هنعمل الدريسنج بتاع السلطة او التتبيلة بتاعتها. عندي معلقتين كبار من الخل، ومعلقة كبيرة من السماق. السماق دوت بيبقى بودر كده لونه بني، بتروحي للعطار بتقولي له عايزة سماق، وبيستخدم في تتبيلات كتيرة. وكمان ضفنا معلقة صغيرة من الكمون ونص معلقة من الملح، وهنقلبهم مع بعض. وكمان هنضيف عصير ليمونة كبيرة. انا هنا بس كده كنت بقلب السلطة، الطماطم مع البصل، وطبعا لازم تستخدمي البصل الاحمر فيها، لان طبعا البصل الابيض بيبقى حامي جدا وما ينفعش في السلطات. هنا بقى هضيف للتتبيلة بتاعتي الليمون. هنا بس النور كان قطع فاشتغلنا بقى كده على الإضاءة العادية. هنضيف الليمون وهنبتدي ان احنا نحط الدريسنج بتاعنا. طبعا بنحط الدريسنج او التتبيلة بتاعت السلطة عند التقديم عشان السلطة بتاعتنا ما تتبلش ويكون شكلها مش لذيذ. هنضيف بقى التتبيلة ونقلبها، والفراخ بتاعتنا خلاص استوت هنقدمها. وكمان كنا عاملين سلطة بلدي اللي هي السلطة العادية بتاعتنا عملناها معاها. ممكن ابقى اعملها معاكم في اي فيديو المشويات، اللي هي السلطة المتعارف عليها طماطم وخيار وفلفل واي خضار عندك ممكن انتي تفضليه. خلاص كده الفراخ بتاعتنا زي ما انتوا شايفين طالعة معايا واخدة التمويجة او التعريجة بتاعت الشوي بتاع الفحم. وكمان تقدري ان انتي تولعي لها فحماية صغيرة وتحطيها كده تاخد وتغطي عليها مع الفراخ بنقطة زيت على الفحماية وهي سخنة. هتطلع معاكي ريحة ولا اروع، وكأنها فعلا مشوية على الفحم. بس التتبيلة دي صدقوني اعتمدوها للفراخ المشوية، رهيبة جدا، وكل اللي داق منها يعني شكر فيها جدا وحبها جدا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسونيش بشير ولايك وسبسكرايب لقناتي، والسلام عليكم ورحمة الله.